طلعت حرب من 1867 إلى 1941 رجل الاقتصاد والسيادة. في زمن كانت فيه مصر أسيرة الاستعمار البريطاني، حين كانت الثروات تنهب والعقول تكبل، ظهر رجل يحمل حلما مختلفا. لم يرفع السلاح، بل رفع شعار الاقتصاد هو السلاح، وكان اسمه طلعت حرب. ولد طلعت حرب في عام 1867 في قلب القاهرة لأسرة مصرية بسيطة. درس القانون، لكن قلبه كان معلقا بالاقتصاد، مؤمنا أن الاستقلال الحقيقي لا ينتزع بالسياسة وحدها، بل يصنع من مصانع الوطن وبعرق أبنائه وبأموال لا تتحكم فيها بنوك الاحتلال. رأى بعينيه كيف كانت البنوك الأجنبية تتحكم في المال المصري، كيف كانت أرباح المصريين تذهب لخزائن الغرباء، فقرر أن يواجه ذلك لا بالهتاف بل بالفعل. وفي عام 1920 أسس بنكا مصريا خالصا، بنك مصر. لم يكن بنكا عاديا، بل كان ثورة ناعمة صامتة لكن مدوية. جمع الأموال من الشعب قرشا فوق قرش، وبنى بها إمبراطورية اقتصادية. لم يكتفي بالبنك، بل أنشأ شركات وطنية في مجالات الغزل والنسيج، السينما، الطيران، التأمين، وحتى النقل البحري. كل مشروع كان لبنة في صرح الاستقلال الاقتصادي. كان طلعت حرب يرد دوما: إذا أردنا أن نكون أحرارا في وطننا، فلنكن أولا أحرارا في اقتصادنا. واجهته تحديات كبرى، سخرية من بعض النخب، مقاومة من الاحتلال، حتى بعض المصريين لم يفهموا مشروعه في البداية. لكنه صمد وثبه، وراح يحول الحلم إلى واقع شيئا فشيئا. رحل طلعت حرب في عام 1941 جسدا فقط، أما روحه فباقية في كل شركة وطنية، في كل فكرة تؤمن بأن بناء الأوطان يبدأ من الداخل، من الاقتصاد. قصة طلعت حرب ليست مجرد سيرة رجل، بل درس خالد: أن من يملك قراره الاقتصادي يملك قراره السياسي ومصيره.